إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول جاهدا في هذه اللحظات، في لحظات السكرات والكربات، أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عليه النطق بلا إله إلا الله. فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله، نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه، ونظر إلى زوجته، ونظر إلى أولاده، ونظر إلى خلانه وإخوانه وأصحابه، فنظر إليهم نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، ينادي عليهم بلسان الحال، بل وأحيانا بلسان المقال: يا إخواني، يا أهلي، يا أولادي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، بل أو ساعة أو ساعتين. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا
بلوت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلوت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا غافل، ويفتح سجلك يا لاهي، ويفتح سجلك يا عاصي، ويفتح سجلك أيها الظالم. وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.